وأنا أقرأ في كتاب الله استوقفتني آية وكأني أقرأها لأول مرة: ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. لماذا قالوا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا؟ أردت أن أعرف الفرق بين الذنوب والسيئات، فوجدت أن الذنب هو ما تضر به نفسك ويكون في حق من حقوق الله، مثل الصلاة والصوم والزكاة والحج وأي شيء بينك وبين الله، وهذه يغفرها ربنا عندما تستغفره ولا ترجع للذنب مرة أخرى. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أما السيئة فهي ما ترتكبه في حق كل مخلوق وتشمل كل المخلوقات: إنسان، حيوان، جماد، نبات، هواء وغيرها من الأمور، كالغيبة والنميمة والاعتداء والسرقة وأي شيء تضر به غيرك، ما يلزمك فيه رد المظلمة أو تعتذر أو يسامحك. ولا بد أن تعمل أعمالا صالحة، حسنات مقابل السيئات، ليكفرها الله عنك. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين.